ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن حاجه مختلفه شويه. مش هنتكلم عن 3 دي موديلنج، بس هنتكلم ان انت ازاي تعمل موديل 3 دي بالاي اي. هل ده ممكن؟ اه. الاي اي مؤخرا بقى منتشر بشكل كبير جدا جدا، وبقى يعمل حاجات كتير قوي، وبقينا نستخدم الاي اي كتول. وركز قوي على كلمه تول عشان تساعدنا نعمل حاجات، بس مش بنعتمد عليه بنسبه 100%. فالنهارده احنا هنشرح ازاي نعمل الشكل دوت. ده شكل خفاش لو مش باين عندكم يعني. هنتكلم ان احنا ازاي نعمل الخفاش دوت باستخدام الاي اي. وطبعا انت ممكن تعمل اي حاجه انت عايزها حرفيا باستخدام الاي اي. بس في نقطه مهمه جدا، لما بنيجي نعمل حاجه بالاي اي احنا قلنا ان الاي اي ده تول، اداه بنستخدمها عشان تساعدنا نعمل حاجه احنا مش عارفين نعملها. انا مثلا الخفاش ده انا كنت شغال على بروجكت وعايز عايز اجيب موديل خفاش. انا مش كريتشر ارتست، فمش هعرف ان انا اعمل خفاش، وانا كنت عايزه بالشكل ده اللي هو خفاش قافل جناحاته واللي هو الهيئه بتاعت النوم دي. دخلت دورت على النت على اي حاجه تكون فري، ما لقيتش. فاخدت صوره، دخلت حطيتها على موقع الاي اي اللي احنا هنخش عليه دلوقتي، وطلعت الموديل دوت. بس طبعا الموديل دوت مش هينفع لو هنستخدمه في انيميشن مثلا. ده احنا شايفين ان ده اوبجكت واحد كله على بعضه، يعني الخفاش بيبقى فيه اجنحه، بيبقى فيه رجلين، بيبقى فيه عيون، بس زي ما انتم شايفين ده اوبجكت واحد ما فيهوش اي حاجه. فانا مثلا لو جيت احرك الخفاش دوت، مش هعمل له انيميشن ازاي؟ مفيش اجنحه عشان احركها، مفيش اي حاجه. فطبعا ده احنا مش بنعتمد على الاي اي خالص في البرودكشن او في الجيمز، الا في حالات ضيقه قوي قوي قوي، اللي هو مثلا حاجه انت هتحطها في البعيد، او حاجه انت هتحطها مش هتبان قوي، ويعني حرام تضيع عليها وقت. يعني انا مثلا هنا في البروجكت دوت انا عايز احط الخفاش زي ما انتم شايفين في الحته دي اهو. في نفس الوقت انا مش عايز اقعد اضيع وقت ان انا اموديل حاجه زي دي. حتى لو انا بعرف، يعني حتى لو انا بعرف موديل، انا هضيع وقت عشان اصلا يظهر في، يعني حرفيا بصوا يعني حرفيا كام فريم. فلا ملهاش لازمه. فيعني بقى كفايه رغي كتير، ونخش ايه نعمل بقى الموديل ده بالاي اي. طيب، ده الموقع بتاعنا، ده اسمه هايبر 3 دي اي اي. الموقع اهو تبع رودن. وعلى فكره في مواقع كتير لل 3 دي، الاي اي 3 دي، بس انا جربت كذا واحد. ده بالنسبه لي كان افضلهم. يعني في عندك في ميشي اي اي، في تريبو اي اي، وفي حاجات تانية انا نفسي ما اعرفهاش. بس ده بالنسبه لي انا جربت كذا حاجه، ده كان افضل نتيجه طلعت لي الصراحه. فتعالى بقى نبدا كده واحده واحده نشوف ايه هنستخدمه ازاي. اول حاجه تعمل اكونت. انت تخش هنا يقول لك ساين ان، تعمل اكونت. بعدين تيجي عند علامه البلس ديت، هختار الصوره بتاعتي اللي هي الخفاش دوت. دي صوره انا جبتها من على جوجل عادي جدا، بس فصلت اللي حواليها كله. يعني هو كان في شجر وحاجات، انا فصلت الخفاش عشان ايه؟ يبقى اسهل على الموقع ان هو يعمله. فانت لو عندك اي صوره، الاحسن لو الصوره دي فيها تفاصيل كتير قوي، حاول تفصل بس الحاجه اللي انت عايز تعملها جنريت. وزي ما انتم شايفين دي كلها حاجات معموله بالاي اي. كل المودلز ديت صور اترفعت واتعملت اي اي. ده مفيش حد عامل له موديلنج. طيب تعالى نطلع كده تاني، ندوس بقى ايه جنريت. هنستنى شويه كده بقى، تعالى بس ايه ما يعمل جنريت. طيب هو الموضوع بياخد وقت شويه، بس لما يخلص هتلاقيه عندك بقى عامل بالشكل دوت. ده كده شكل الخفاش. هو لسه ما خلص، احنا لسه هنعمل شويه حاجات تانية عشان يبقى الشكل الفاينل. طيب احنا هنا اول حاجه هندوس كونفيرم. هو ده بيسالك ان ده الشكل بتاعه، فتمام احنا هندوس كونفيرم. بيسالك هو انت عايزه تراينجلز ولا كوادز. انا مش تفرق معايا تراينجلز ولا كوادز الصراحه، بس خلينا نختار ان هو كواد مش، وندوس كونفيرم. خلي بالك الموقع هنا بيبقى مديك كريدتس، اللي هي الكريدت ديت. فكل حاجه انت بتعملها جنريشن بيسحب منك كريدتس لحد ما تخلص، فيقول لك بقى ايه ان هو اشترك الاشتراك البريميوم بتاع الموقع. طيب هنا اهو ده الموديل بتاعنا. هو شكله مش احسن حاجه، مش زي اللي انا كنت عامله، بس ايه يعني خلينا نكمل ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. جنريت. هنا انا بدوس جنريت عشان يجنريت الماتيريال. هو كده بيوريني الموديل بتاعي، بيقول لي ده كده شكل الموديل تمام ولا عايز تعيده. فانا تمام، انا كده كده انا محتاج الجزء اللي قداماني من الخفاش بس، انا مش محتاج الجزء اللي ورا. فانا قلت تمام ودوست جنريت، ومستني ان هو يطلع لنا الماتيريال.
كده الماتيريال خلصت، ده الاوبجكت بتاعنا. زي ما قلت انا مش فارق معايا ورا قوي، الريزلت اصلا انا كنت مطلعها قبل كده كانت احسن من كده، بس ستيل انا مش فارق معايا اللي ورا قوي، لان انا عايز شكل الخفاش ده من قدام. دي هنا كانت حته شجره انا كسلت افصلها الصراحه، فهي طالعه معانا في الموديل، بس بالنسبه لي تمام برضو كده. هعمل كونفيرم عشان يخلي الماتيريال دي مع الاوبجكت، وبعدين هختار اللي انا عايزه. انا عايز اف بي اكس الماتيريال في 2K ولا 4K، بالنسبه لي 2K كفايه، وهدوس داونلود. هنستنى شويه على ما يعمل جنريت ويحمل الموديل بتاعنا. طيب احنا كده ايه، حملنا الموديل بتاعنا. انا هخش دلوقتي، تعالى كده نفتح مايا، نزق ده ايه على جنب، نعمل فايل امبورت، تختار المكان اللي انت حاطه فيه. انا هنا خش على بي بي ار. بص دي كل الماتيريالز، الديفيوز، ميتاليك، نورمال، بي بي ار، والرفنس. انا بس عايز الموديل اهو، الاقي ده اللي احنا لسه عاملينه، ده اللي انا كنت عامله قبل كده، شكله كان احسن الصراحه. بس ستيل بالنسبه لي ده كويس جدا، لان انا زي ما قلت انا مستعمله هنا في بلندر، يعني البروجكت اللي انا شغال عليه مستعمله في حاجه تفصيله بسيطه جدا جدا، فمش فارق معايا قوي اصلا الظهر شكله عامل ازاي. كل اللي انا محتاجه الاوبجكت بالماتيريال، فبالنسبه لي حتى لو ده اللي كان طلع معايا من اول ريزلت كان هيبقى تمام جدا بالنسبه لي. زي ما قلت الاي اي تول مهمه، لازم نكون بنعرف نستخدمها عشان توفر وقتنا، لان انت اوقات لما تيجي تشتغل على بروجكت انت مش شرط تعمل موديلنج للموديل ده، لان انت هتلاقيه ان هو مش هيبان اصلا. فساعات كتير قوي احنا بنخش نحمله فري اصلا ببلاش، وساعات ممكن ما نلاقيش الحاجه اللي احنا عايزينها ببلاش. فبالنسبه لي الاي اي اوبشن حلو جدا، لان انا هخش هعمل الموديل اللي انا عايزه في 5 دقائق، هيديني الريزلت اللي انا عايزها، مش محتاج اكتر من كده. بس ودي يا سيدي ازاي تعمل الموديل باستخدام الاي اي. زي ما قلت في اكتر من موقع ممكن تجربوهم لو عايزين، انا بالنسبه لي ده افضلهم. عندك تريبو اي اي، عندك ميشي اي اي، جربهم وشوف الريزلت هتطلع معاك. بس طبعا زي ما قلنا ده مش هيغني ابدا عن الموديلنج، ولو انت عايز انك تشتغل في شركه برودكشن او شركه جيمز ما ينفعش طبعا تعتمد على ده اطلاقا، لازم انت اللي تعرف تعمل موديلنج بنفسك، وتعرف ازاي تموديل حاجه من اولها لاخرها، وده بس يساعدك. بس لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله هنرجع الفيديو الجاي نتكلم عن ال 3 دي تاني. وبس، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.